مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض فريكة أيوب. فريكة حلوة خالص، طعمها مميز، وهنعملها بالخضار وازاي تطلع معاكي مفلفلة بالشكل ده، وريحتها وطعمها خطيرة جدا. شوفوا شكله حلو خالص ازاي، وفي نفس الوقت الفريك معايا مفلفل وخطير جدا، طعمه وريحته تحفة بجد. وهنعمله بالخضار بدون أي لحوم، لكن طعمه هيبقى خطير ومميز خالص. شوفوا شكله جميل جدا ومفلفل. ويلا بينا على طول بقى نبدأ في الوصف. معايا الفريك ده ربع كيلو من الفريك، يعني الكوبايات العادية اللي عندنا مج ونص. ربع كيلو من الفريك مج ونص، لان الفريك ده بيتضاعف حجمه. ده نوع الفريك اللي انا استخدمته، فريك الضحى اللي بيبقى مكيس وجاهز. ده بيبقى نضيف جدا، شوفوا نضيف ومفهوش ولا قش ولا تراب ولا اي حاجة خالص. انت بتجيبيه تستعمليه على طول. بنجيبه نغسله كويس جدا، وننقعه لمدة نص ساعة في المية، نص ساعة بس. يعني انا خدت ده نص كيلو، خدت ربع الكيس كده. نقعته لمدة نص ساعة، نقعت الفريك لمدة نص ساعة، وبعدين صفيته من المية. وبروح عند البوتاجاز، بحط في حلة معلقتين كبار من الزيت، وبنزل ببصلاية وسط متقطعة مكعبات صغيرة خالص، او اعمليها على الكبة لو عندك الكبة. بصلة وسط متقطعة مكعبات بالشكل ده صغيرة خالص. انا بقلب في البصلة لحد ما البصلة تدبل معايا بالشكل ده كده. وبعدين بقى بنزل بالفريك، انزل بالفريك واقلب فيه مع البصلة. هفضل اقلب فيه واشوح فيه كده مع البصلة. وبعدين بقى بحط نص معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود والبهارات، بهارات اللحمة او السبع بهارات. طبعا الفلفل الاسود والبهارات والملح بقلب فيهم بالشكل ده. مع التقليب الريحة خطيرة جدا. وبعدين معايا حباية من البطاطس وسط، وحبايتين من الجزر صغيرين مقطعاهم مكعبات صغيرة بالشكل ده. الخضار اللي انت تحبيه، يعني انا بالنسبة لي حطيت جزر وبطاطس. انت ممكن تحطي جزر وبطاطس، وممكن تحطي بسلة لو بتحبي، او مشروم، او اي خضار انت حباه فحطيه. بس الحاجات المتوفرة حاليا هي البطاطس والجزر، فانت زي ما تحبي. وبعدين بقى بعد ما شوحتهم مع الفريك الخضار، بنزل بمية سخنة على الفريك. ما بحطش مية كتيرة عشان ما يعجنش منك، ما بحطش مية كتيرة. ومعايا يعني نص، يعني طبق الا شوية كده صلصة من الطماطم، مش كتير زي ما شفناه بالشكل ده، صلصة طماطم. وهحط مكعب مرقة خضار. وهنشوف بقى الملح. انا بالنسبه لي الملح كان كويس جدا، لان المكعب مرقه الخضار فيه ملح، وانا كنت حطيت ملح في الاول، فكده تمام جدا. فانت لو مش حابه تحطي مكعب مرقه الخضار مفيش مشكله. شوفوا الميه، احنا مغطيين بس الفريك، مجرد ان احنا بنغطيه، ما نكترش اكتر من كده. وبغطيه وهسيبه شويه كده لحد ما يتشرب شويه من السوائل الميه اللي حاطينها بالشكل ده، يعني يكون داخل قرب يستوي كده، قرب يستوي، فانا هطفي عليه. وبعدين بقى بطفي عليه وهحطه في الطواجن، هكمل السوا بتاعه. لو انت ما عندكيش طواجن عادي، حطي في اي صينيه موجوده عندك. يبقى احنا بنسيبه على البوتاجاز يتشرب شويه من السوائل اللي احنا حطيناها لحد ما قرب يستوي، يكون قرب يستوي، وبطفي عليه وبحطه في الطواجن يكمل السوا بتاعه. وزي ما اتفقنا عشان يبقى مفلفل معاكي، ما تحطيش ميه كتير، مجرد ان انت بتغطي الفريك بس بالميه.
وابتدي اعبيه بقى في الطواجن. يعني الكمية اللي انا عملتها من الفريك بتطلع كمية كويسة، يعني انا عملت ربع كيلو من الفريك، يعني حوالي مج ونص، فهو بيزيد، فبيطلع معانا الكمية اللي انتوا شايفينها ده. لو انت حابين تزودوا اكتر من كده مفيش مشكلة، اعملي ضعف الكمية براحتك. انا حطيتهم في الطواجن، وبعدين بقى بسويهم كويس من فوق كده من على الوش عشان لما ادخلهم في الفرن ياخدوا لون كويس. والفريك ده من الاكلات المغذية، وكمان طعمها بيبقى مميز وخطير جدا. بعد ما سويت الوش كده معايا فلفل الوان، هبتدي احطها على الوش. ده نوع من التزويق عشان يدي شكل حلو لما اطلع. لو مش حابة تحطي فما فيش مشكلة حط، لكن هو هيدي شكل حلو وفي نفس الوقت برضو هيدي طعم حلو. بوزع الفلفل، وبعدين باخده بحطه في الفرن بقى في الرف اللي في النص، وببقى مولعه فوق وتحت علشان ياخد معايا لون بالشكل ده، وكمان ببقى مولعه لتحت عشان يكمل سواه ويتشرب باقي السوائل اللي موجودة فيه. بس هو مش بياخد وقت كتير في الفرن علشان احنا اصلا كنا مسويين يعتبر على البوتاجاز، فمش هياخد معاكي وقت في الفرن. بتحطيه لحد ما يبقى واخد لون معاكي بالشكل ده، والمية نشفت خالص اللي فيه، يعني بياخد حوالي ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير. شوفوا عشان يطلع معاكم مفلفل بالشكل ده. اتمنى بقى تحطوا له لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناة يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزل له كل فيديوهاتي الجديدة. شوفوا مفلفل خالص وطعمه خطير جدا وريحته تحفة بجد. اتمنى تجربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكم. وباي باي في فيديو جديد. الصراحة خطير جدا ومفلفل خالص.